المثل يقول لك ايه؟ ما تبقاش بشخه وتيجي عليها وتفشخها. جماهير ريال مدريد انا جايب لكم بس ايه من اللي حصل من برشلونه السنه اللي فاتت. هتقول لي بقى من السنه اللي قبلها والكلام ده كله، بتكلم على السنه اللي فاتت لان انت مستواك ما اختلفش كتير، يعني المدرب ما لحقش يبقى ليه بصمه يعني. ماشي، وما جبتش نتائج ارسنال برضه، فانا حاولت الم لك الموضوع يعني. فانتوا ايه، ما حدش فيكم يحسسني ان انت كسبان كل حاجه السنه اللي فاتت فانت جاي تدوس عليا. ماشي، مفيش الكلام ده. واللي هيجي يقول لي بقى ده انت برشلونه وبتتمحك في باريس سان جيرمان عشان باريس سان جيرمان مش مشجعين وبتاع، ما انا بشجع باريس سان جيرمان وبشجع برشلونه، اللي عندك اعمله صباح الفل. انت اصلا كلب بالنسبه لي، ما حدش فيكم يفرق لي والله، ما علينا يعني. الماتش ده هيبقى مهم لكذا سبب لباريس سان جيرمان. السبب الاولاني انه هيبقى كده عدى كل الصعاب. يعني هو عدى ليفربول في دوري الابطال، وعدى ارسنال في دوري الابطال، وكسب الانتر، وكسب السيتي، وكسب استون فيلا لو اعتبرناه جامد يعني، بس هو مش قوي بصراحه، وكسب بايرن. ولو كسب ريال مدريد يبقى احنا كده قفلنا الموسم. فحتى لو ما كسبتش كاس العالم للانديه انا كده ارتضيت، والله العظيم انا كده هبقى ارتضيت. انا كده السيزون معايا عسل. على هامش الموضوع بقى، احنا عايزين نجيب رودريجو. طب انت هتحطه فين يا باشا؟ يعني انت عندك 3 وينجات ومهاجم، هتحطه فين بقى في الحوار ده؟ فين بقى؟ ما تجيب مدافع يا عم احسن. انت جبت مدافع يعني، بس هات مدافع كمان. هات بديل لمندس عشان لو تعب مثلا، هات بديل لحكيمي عشان لو ارهق، هات نص ملعب عشان لويس ساعات بيبقى غلط. اعمل حاجه يعني، بس ده مش ماشي. شوفوه برضو الراجل غلبان يعني.